بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تالا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. نبدا حلقتنا بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هنشتغل مع بعض النهارده تصميم جديد ترندي جدا لجريبات النضاره، وهو حاجه كده صيفي ولذيذه قوي بطعم الفواكه بتاعه الصيف. ان شاء الله يكون سهل جدا ويعجبكم وتقدروا تنفذوه معايا بكل سهوله. تصميم مناسب جدا للمبتدئين والمحترفين كمان. تعالوا دلوقتي نشوف مع بعض الخامات والادوات اللي هنشتغل بيها النهارده. بس يا ريت لو بتشوفينا لاول مره ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه وتعملي لايك للفيديو لو عجبك، ويا ريت تسيبي لي رايك في الكومنتات عشان رايكم بجد بيشجعني جدا. وكمان تقدروا تقترحوا عليا وتسيبوا لي في الكومنتات ممكن نعمل التصميم ده بفواكه ايه تاني. يلا بقى نقول بسم الله ونشوف خاماتنا اللي هنشتغل بيها ونبدا شغل. الخامات والادوات اللي هشتغل بيها، انا هشتغل النهارده بخيط هيمالايا افري داي. هشتغل بيه على فتلتين، هحتاج اللون الاصفر واللون الاوف وايت او الابيض، وهشتغل معاهم بابره كروشيه مقاس 4.5، وطبعا بحتاج مقص وابره تنظيف. يلا نقول بسم الله نبدا شغل. اول حاجه بقى هجيب الخيط كده وهبتدي ان انا هعمل دايره سحريه وهشتغل جوه الدايره السحريه بالشكل ده كده، وهدخل بالابره هسحب خيط وهطلع سلسلتين ارتفاع 1 2. هشتغل شغلي كله جوه الدايره السحريه دي، وطبعا وانا شغاله لازم اخد طرف البدايه ده معايا كده تحت الشغل عشان ده اللي بسحبه في الاخر وبقفل بيه الدايره السحريه. هشتغل جوه الدايره السحريه دي 12 عمود. انا مش هحسب سلاسل الارتفاع دي معايا عمود، وهبدا اشتغل واعد ال 12 عمود من بعد السلاسل دي. 2 كده 3. هكمل ال 12 عمود وارجع لكم. خلصت كده ال 12 عمود جوه الدايره السحريه، ودلوقتي هبدا ان انا هشد طرف البدايه ده عشان اقفل الحلقه بتاعتي. شد كده واقفل على قد ما اقدر، ودلوقتي هقفل بغرزه منزلقه في راس اول عمود. ادخل بالابره كده واسحب خيط واقفل لغرزه منزلقه كده. السطر الاول معايا خلص. السطر التاني هطلع سلسلتين ارتفاع، وهبدا ان انا هشتغل تزايد في كل غرز، يعني كل غرزه من الغرز اللي عندي دي هشتغل فيها 2 عمود. سلاسل الارتفاع مش محسوبه معايا في العدد، وهاجي جنبها كده وهبتدي ان انا اشتغل اول عمودين في السطر، 1 والتاني في نفس المكان، واكمل السطر كله بنفس الطريقه. كل عمود بشتغل فيه عمودين في السطر الجديد، كمل لحد اخر السطر. خلصت كده السطر التاني بنفس الطريقه، وهنا هقفل بغرزه منزلقه في راس اول عمود. بتجاهل سلاسل الارتفاع وبقفل في راس اول عمود غرزه منزلقه. السطر الجديد هطلع برضو سلسلتين ارتفاع مش بحسبهم معايا في العدد خالص، والسطر ده هيمشي معايا كالاتي: غرزه فيها عمود وغرزه فيها تزايد. يعني اول غرزه عندي كده مكان ما ارتفعت هشتغل فيها غرزه عمود، الغرزه اللي بعدها هشتغل فيها غرزتين يعني هعمل فيها تزايد، العمود الاول والعمود التاني في نفس المكان. وهكرر السطر كله بنفس الطريقه: غرزه فيها عمود واحد بس وغرزه فيها عمودين كده، فيها عمود واللي بعدها فيها 2 لحد اخر السطر. اخلص السطر بنفس الطريقه وارجع لكم. خلصت كده السطر، وبرده هنا في نهايه السطر عندي هقفل بغرزه منزلقه في راس اول عمود. السطر الجديد هطلع سلسلتين ارتفاع، والسطر ده هشتغل فيه غرزتين نفرد بعد كده غرزه تزايد. اول غرزه عندي في السطر هتكون في اول فراغ جنب سلاسل الارتفاع. زي ما قلنا سلاسل الارتفاع مجرد ارتفاع في السطر مش معايا عدد. ادي كده 1 واللي بعدها فيها غرزه عمود، وبعد كده في اللي بعدها بشتغل غرزه تزايد. هعمل 2 في نفس المكان. وبكرر السطر لحد اخره بنفس الطريقه: غرزتين مفرد بعد كده غرزه تزايد، عمود عمود وفي اللي بعدها عمودين لحد اخر السطر، وبعد كده بنرجع نكمل. خلصت السطر كده بنفس الطريقه، ودلوقتي هشتغل السطر الجديد. بس السطر الجديد هبتدي ان انا هغير فيه اللون، فانا هدخل بالابره كده برضو في راس اخر عمود وهسحب باللون الجديد. بدخل في راس اول عمود واسحب الخيط كده زي ما كنت هقفل بمنزلقه عادي، بس بقفل باللون الجديد. وهبدا اجيب ان انا طرفين الخيط دول كده واربطهم مع بعض في ظهر الشغل. تمام. وبرجع بقى بمسك الخيط الجديد واشتغل بيه. هطلع سلسلتين ارتفاع للسطر الجديد، والسطر الجديد هيبقى ماشي معايا بالتزايد التالي: هشتغل 3 غرز بعمود مفرد، وبعد كده الغرزه الرابعه بعمل فيها تزايد. اول غرزه عندي في السطر اللي هي بتبقى جنب سلاسل الارتفاع هشتغل فيها عمود 1 2 3، وفي الغرزه الرابعه بعد كده بعمل غرزه تزايد. هشتغل 2 في نفس المكان، العمود الاول والعمود التاني في نفس المكان. بكرر السطر لحد الاخر بنفس الطريقه: 3 غرز
نفرد بعد كده غرزة تزايد لحد اخر السطر باللون الابيض. اخلص السطر وارجع لكم. خلصت كده السطر، وهنا هقفل برضو بمنزلقة في راس اول عمود، بس انا هنا هغير اللون، فهدخل اللون الجديد، هرجع تاني للون الاصفر، فهسحب المنزلقة باللون الجديد، ومن ظهر الشغل بربط الخيط. طبعا الخيط دي كلها بعد ما بنخلص بنضفها بإبرة التنظيف. همسك بقى اللون الجديد وابدا اشتغل بيه. هطلع غرزة واحدة بس ارتفاع للسطر ده، وهشتغل غرزة حشو في نفس المكان اللي انا ارتفعت منه. بعد كده هعمل غرزة سلسلة، والغرزة اللي بعدها على طول هشتغل فيها غرزة حشو. بعد كده هطلع سلسلة، والغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة حشو. يبقى انا السطر ده همشي كالآتي: سلسلة، حشو. بشتغل في كل الغرز اللي بتقابلني غرزة حشو، بس قبل ما اشتغل غرزة الحشو بطلع سلسلة الاول، وارجع في الغرزة اللي عليها الدور واشتغل غرزة حشو. السطر ده مفيهوش اي تزايد ولا اي حاجة، وكله بغرز الحشو في كل الغرز اللي بتقابلني. بعد كل غرزة حشو بعمل غرزة سلسلة، وارجع اشتغل غرزة الحشو في الغرزة اللي عليها الدور. بشتغل كده لحد اخر السطر، وبعد كده بقفل بغرزة منزلقة هنا، وبقص الخيط وافنش بقى كل الخيوط الزيادة دي بإبرة التنظيف، ونرجع نكمل. خلصت كده القطعه بتاعتي بالشكل ده، وفنشت الخيوط اللي فيها كلها. دلوقتي بقى هجيب الخيط الابيض في ابره التنظيف، وهبتدي ان انا اعمل الخطوط بتاعه تشكيل الفصوص بتاعه الليمونه. هاجي بقى بالابره كده، وهدخل من هنا كده من البدايه بتاعتي اللي هي كانت عند الدايره السحريه، واسحب الخيط، وهبدا كاني بشتغل تطريز كده، اكون الخطوط بتاعه الفصوص بتاعه الليمونه كده. وهاجي هنا كده في العمود ده كده، هنا كده، بعد كده هنا انا بشتغل رايح جاي. بعد كده هرجع العكس عشان الخط يبقى مستقيم عندي بالشكل ده كده. بعد كده هرجع من ورا كده، ادخل هنا. انا خلصت بالخط ده، وهرجع تاني عند النقطه كده بتاع المركز بتاعه الشغل، واكون الخط اللي بعد كده برضو بنفس الطريقه هنا، وارجع تاني هبقى راجع واكمل كل الخطوط اللي انا محتاجاها اشكل بيها شكل الفصوص بتاعه الليمونه. اخلص الخطوط دي ونرجع نشوف الشكل في الاخر. وده كده الشكل النهائي للجريب بتاعنا بعد ما خلص. بركب له بس كبسوله، وتقدري تخليه كده، او كمان ممكن تعملي له يد صغيره تشبكي في الشنطه، او تقدري تلبسيه في ايديكي. اتمنى تكون الفكره عجبتكم. نقدر بقى نعمل كل الفواكه اللي احنا بنحبها: بطيخه، ليمونه، برتقانه، كيوي، اي فاكهه كمان انتوا حابينها ممكن تقولي لي هي في الكومنتات، وننفذها في فيديو جاي باذن الله. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفكره عجبتكم، تسيبوا لي رايكم في الكومنتات، وباذن الله نتقابل على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.